السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريمة النهاردة جريمة مهندس، مش هنقول ان هو بلطجي ولا واحد بيشرب مخدرات ولا واحد ما بيعرفش حاجة، مش متعلم ولا حاجة، لا ده مهندس. محمد متجوز ياسمين من اسكندرية وهو اصلا من كفر الدوار. لما جه يتقدم لأهلها أبوها وافق عليه، شافوا إن هو راجل محترم رغم إن هو أقل منهم ماديا، ولكن قال الفلوس مش كل حاجة، إحنا بنشتري راجل. ابوها راجل مقتدر وراجل ومن عيله كبيره، ولكن رغم كده وافق على الجواز بينهم هما الاتنين، واتجوزوا هما الاتنين وبقى لهم وعندهم بنت عندها سنه ونص، يعني بقى متجوزين بقى لهم سنه وثمان شهور، سنه وتسع شهور. اللي حصل ان في خلافات بتدب بينهم هما الاتنين دايما، ان هو مش عايزها ان هي تود امها وتروح عند امها او تكلم امها في التليفون، ولكن البنت هنا تقولك انا ماليش الا اهلي وماليش الا امي، بالذات بعد ما ابويا توفى. فطبعا البنت دايما تكلم امها، تحكي مع امها، تتكلم مع امها في التليفون، لغايه ما في يوم من الايام دخل عليها الشقه لقاها بتتكلم امها في التليفون. يعمل معاها ايه؟ يدب معاها الخناقه ويمسكها يخنقها. ازاي؟ حط عليها كيس نايلو على راسها من فوق وخنقها بكيس النايلو، يعني يعتبر كده لو كان قفش شويه كان ماتت منه. بعدها طبعا هي خدت بعضها وسابت البيت ومشيت، وقعدت غيبت عند اهلها 3 شهور وقالت خلاص انا مش هرجع له تاني. كان صح المفروض ان هي ما ترجعلوش تاني، لان هو هنا كان شروع في قتل، يعني هو صح كان هيموتها في المرة الاولى. ولكن امها كانت دايما تقول لها يا بنتي معلش مالكيش الا بيتك، وعلشان خاطر بنتك ما تترباش بعيد عن ابوها. وكانت دايما الام كمان اللي هي امه هو اللي في كفر الدوار كانت تتصل بيهم وتحاول ان هي تصلح. في اخر مره بقى خلاص قالت لها يا بنتي هو هيجيلك دلوقتي وهيصالحك، ويا ريت تعالي عندي البيت هنا هو في كفر الدوار نقعد مع بعض قعده حلوه، وان شاء الله باذن الله ربنا يهدي بينكم الحال. وحقيقة حصل، خد مراته راح يصالح مراته من عند مامتها، واقنعها ان هو تروح عند مامته، زيارة عند مامته في كفر الدوار. وخدوا بعضهم وراحوا في كفر الدوار، لكن هو كان مبيت ليها النية ان هو يقتلها. شوف بقالها 3 اشهر بعيد عنه، ولكن كان مبيت النية ان هو يقتلها. اشترى سكينة من اسبوعين وسن السكينة، وكان واخد السكينة معاه في المشوار في الراحة وفي الجاية، وراح عند امه وكان عايز ودب معاها الخناقة هناك عند امه برضه، اللي امه اللي بتقول ان هي كانت هتصالحهم على بعض ما عرفتش، ولكن عايز يقتلها عند امه. قالت له بقول لك ايه بقى، خدها يا عم روح اتخانق بعيد عني، ترجعها لامها، ترجعها بيتكم، تموتها، ماليش دعوه بيك، يلا مع السلامه. وراح واخد مراته ومشي وركب ميكروباص. وفي الميكروباص دوت كان السواق سايق ومعاه واحد صاحبه قاعد قدام. الراجل قاعد فاتح اغاني فاتح حاجه، واتاري هي ورا وشايله بنتها على كتفها، وجنبها جوزها اللي هي ياسمين يعني، وجنبها جوزها محمد. وراح مره واحده مطلع السكينه واداها ضربتين في جنبها مره واحده بسرعه، وضربه في رقبتها وضربه تانية في العنق، كانت انتهت البنت في ثواني. السواق طبعا على ما نزل ولف من الباب كان هو مخلص عليه. مسكوا السواق وتحفظ عليه، والدنيا كلها اتلمت والشارع اتلم، وخد العربية وطلع على الاسم على طول. نزل رئيس المباحث شاف المنظر ده في العربية، طبعا تم القبض على محمد جوز ياسمين. وكل ده علشان خاطر ايه؟ ليه العنف ده؟ عشان ليه؟ ابوها استأمنك عليها والراجل مات وسابها لك، وهي عشان خاطر بتود امها وبتكلم امها انت عايز تقطعها من امها. امها حاولت انها ترجعها لجوزها وضغطت عليها انها ترجعها لجوزها، لكن لا، المفروض دي ما كانتش رجعت لجوزها تاني، وكان تم بينهم الطلاق، لان كان في المره الاولى كان في عنف وشروع في قتل. عنده طبعا الراجل ده عنده عدوانيه فظيعه جدا، ان هو في المره الاولى كان هيموتها بكيس، يحط الكيس على راسها ويخنقها، ولكن هي ربنا نجدها في المره التانيه، قتلها في الشارع وقدام الناس كلها، وتم القبض عليه. لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.